السلام عليكم. طبعا شبابنا الطيبة، متابعينا الأعزاء حق ما تفلسف معي شوية معليش. طبعا اكو ناس هواية دا تشكى من المواقع اللي دا نعطيها. مثلا موقع فودو، هذا موقع فودو قدامك، شلون طلعه؟ تكتب فودو بالبحث، يعني فودو سكادرون، هذا فودو تبحث عنه حيطلع لك اول واحد. هذا الحكي للايفون، للاندرويد، البي سي، لاي شيء، حتى التلفزيون. اذا عندك تلفزيون سمارت تقدر تشغل عليه. هذا فودو، تدخل على الموقع تنزل جوال، هاي مكتوب لك هنا تي في، هاي قنوات تقدر تشتغل عليها. عندي السيارات، عندي سي 2، الرشيد، يعني هاي القنوات. اما اذا نرجع على الافلام، فمنا ندوس على الافلام طبيعي يا الامور، قلنا ندوس على الفيلم متشغله، ماكو اي مشكله. فاما اللي يريدون يشوفون مباريات، المباريات موقع حمل ثاني. هذا المواقع هاي الايفون الاندرويد عادي تقدر تشغلها على اي شيء. يعني انا اشرح موقع معناها يشغل على اي شيء، حتى التلفزيون السمارت يشتغل عليه، يعني امور طبيعيه. تكتب كورة لايف، هذا كورة لايف، كورة لايف تضغط عليه، تكتب عليه يعني هذا الموقع كورة لايف، تضغط عليه. الشيء الامور طبيعية. هاي الالعاب اللي ما بدت حاليا، بس من تبدي تضغط على هاي، يطلع لك هنا تنزل جوه، يطلع لك هنا بث مباشر، تدوس عليه يشتغل طبيعي يعني يمك. يعني هاي المباريات اللي راح تبدي بعد الساعة 8 الهلال والنصر، الساعة 9 الزمالك والبنك الأهلي، ال9 موناكو وانجية. يعني هاي مال المباريات بشكل يعني بعد شو اشرح لك بعد اكثر من هيك. هذا الموقع وهذا فودو، تقدر تشوف منه القنوات، والله تقدر تشوف منه القنوات لايف، تقدر تشوف منه القنوات وتقدر تشوف منه الافلام. هذا فودو باختصار رسمي. يعني اتمنى ما بواجدكم بالشرح لان شرح طويل، بس هذا دا اشرح لك اياه بشرح مفصل. يعني هاي على جروم، على اي شيء تقدر تشغله بشكل طبيعي، يعني تطبيق وبس. اتمنى عجبكم الشرح وبس. السلام.